مساء الخير عليكم مشتركاتي الأعزاء، نقولكم واش راكم شو الأحوال؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، إن شاء الله دايما نسيبكم في الخير. زيد مرحب بالمشتركين اللي انضافوا ليا، نقولكم أهلا وسهلا ومرحبا. نورتوني ونورتوا قناتي. اليوم جيتكم بوصفة تحلية بشكل جديد. ما نطولش عليكم، تفضلوا معايا نشوفوا المقادير. نبداو بسم الله على بركة الله. في المقادير راكم تشوفوا مقادير بسيطة. هنا عندي 2 كيسان تاع الحليب، عندي مورف تاع مايزينا والعلبة تاع الفلان. هنا نجيبو كسرونة نفرغو فيها هادوك 2 كيسان تاع الحليب. هذا الكاس الاول، نزيدو نضيفو لهم هذا الكاس الثاني. هكذا الحليب لازم يكون عادي من الفريج. اذا هنا نزيدو نضيفو لهم هذاك العلبة تاع الفلان، يعني بنكهة الشوكولا. هكذا نفتحو الكيس. راكم تشوفوا مقادير بزاف بسيطة، يعني بريتلة تاع الحليب وزوج علب تاع فلان قادرين نديرو تحلية بريستيج. هكذا نفرغو هذاك الكيس تاع الفلان، هكذا نهبطو كامل هذاك الفلان، نزيدو نضيفو لهم ملعقة تاع المايزينا. هكذا نحاولو ندخلو كامل المقادير مع بعض. لازم نفتحو هذاك الفلان مليح. تعرفوا باللي فيه هذيك الشوكولا تبقى دايره تكتلات. هكذا نفتحوها مليح، لازم ما يبقاوش هذوك التكتلات تاع الشوكولا يبانوا في الحليب، باش التحليه تاعنا تخرج بمنظر شباب. هكذا نحاولوا نفتحوها نحركوا مليح. هنا راح ندير 2 طبقات، هذه الطبقه الاولى تاع الشوكولا، ونزيد ندير الطبقه الثانيه تاع الفراوله. هكذايا وين نشوفوا تبان هذوك التكتلات نحاولوا نفتحوها. هنا بمغرف فتحوها بمغرف ولا بالفوي ولا لكم الاختيار، ولا بالباتر. هكذايا نحاول نفتحها مليح، نبقى نحرك مليح حتى نشوف هذيك التكتلات راحوا لي كامل من الفلون تاعي. هنا دوك هكذايا دوك نرفد الكسرونه فوق النار تكون متوسطه. هنا نشعلوا النار على نار متوسطه ونحطوا الكسرونه نتاعنا ونبقاو نحركو. هنا لازم ضروري ما نحوش يدينا من فوق النار. هكذايا بقاو تحركوا، وقد ما راكم تحركوا هذوك التكتلات يروحوا. هكذايا شوفوا، يعني على نار متوسطه ما تزيدولهاش. وين تشوفوا هذوك التكتلات حاولوا تنحوهم كيما راكم تشوفوا واش راني ندير. قد ما رانا نحركوا هذوك التكتلات يروحوا، يعني يتفتحوا معانا. هكذا نبقاو نحركو مليح حتى تشوفوا هذاك الخليط تحت يديكم. الخليط بدا يتقال تحت يديكم. هكذا راكم تشوفوا، وما تزيدوش للنار باش التحليه تاعكم ما تتحرق. هكذا شوفوا هنايا كيفاش بدات تتماسك. نعرفوا باللي فيها نشا، لازم نبقاو نحركو. هكذا نبقاو نحركو مليح على نار متوسطه. شوفوا هنا كيفاش تغير اللون تاعها وبدات تتماسك. هنا ما نزيدلهاش، هنا نطفي. شوفوا كيفاش القوام اللي نتحصلوا عليه، يعني هذا القوام اللي نتحصلوا عليه. هنا ما نزيدلهاش، نطفي النار. نجيبوا هذو لي بول تاع التحليه ونجيبوا الكسرونه وهي سخونه هكذاك نبقاو نفرغوا فيها كامل بمقاس واحد، يعني ماشي وحده كبيره على وحده. هكذا نحاولوا نقسموهم كامل على هذوك لي بول. هكذا نزيد نفرغ هادو في هذه، ونشوف وحده ناقصه نزيد لها. هكذا راني نشوف باللي مازالها كما هذه راهي ناقصه شويه، نزيد لها. هنا واش نديرو؟ نرفدوها هكذا تبرد في الثلاجة ونعاودو نديرو الطبقة الثانية. هنايا نخليها تبرد ونعاودو. هنا بعد ما بردت شوفوا كي نحط يدي هكا يعني ما تلصقش، يعني بردت وتماسكت. هنا نجيبو هادو الملاعق، اللي ما عندوش هاد الملاعق يدير تاع القهوة عادي.
نحي هاد الملعقة، نجيبو الكاس وين نحطو هادوك اللي راح نحيوهم، نشدو المغرف هكذايا الصغيرة هادي، ونبدا نحي غير على راس المغرف، يعني هكذايا، ونزيد ندنا شوية ونحي، يعني ما نحوش بزاف، فقط شوية الكمية فقط باش دير لنا هادوك التموجات. هادوك التموجات هما اللي يعطونا هذاك الشكل الشباب. هكذا نبدا نحي بشوية ونحط في الكاس، يعني حتى هذاك اللي نحوه ما نرموش، رانا نزيدو ناكلوه عادي، يعني فلان بارد لاباس عليه، فقط حنايا حبينا نديرو هذاك الشكل اللي شفتوه في الصورة هكذايا. شوفوا يعني نحاولوا نحو هذوك دوك هكذايا، من بعد تيك نجوز عليها نمسحها. هنا نزيد لكم واحدة اخرى باش تستوعبوا الخدمة تاع هاد التحلية. نحو هكا فقط براس المغرف ونديرو في الكاس، هذوك الفصلات اللي نحوهم نحطهم في الكاس، يعني نزيدو ناكلوهم عادي هكذايا. يعني هذه شكل تحلية بريستيج بشكل جديد، ومقادير بسيطة، راكم تشوفوا باللي مقادير بزاف بسيطة هكذا. وندور ونقطع، راكم تشوفوا كيفاش يعني تخرج لكم شبه نجمة، يعني حتى نكملوا الكمية اللي عندي هنا. بعد ما تكمل هنا وش شوفوا هذاك الكاس اللي نحيته هنا. دوك نجيب الورق هكا شويه بابي ونبدا نمسح كامل هذوك الاكواب نتاوعنا باش نحطوا الطبقه الثانيه ما تتخلطش مع الطبقه اللي يعني باش تعطينا شكل شباب هكذا. نزيد نمسح كامل الاكواب، هنا مسحتهم راكم تشوفوا فيهم. دوك نولو نروحو نخدمو الطبقه الثانيه. الطبقه الثانيه واش فيها؟ فيها 2 كيسان تاع الحليب، ملعقه تاع مايزينا، وكيس تاع الفلان بنكهه الفراوله، يعني نفس الطريقه كما درنا في الشوكولا نديرو في الفراوله. هنا ندني المقادير جانبا، نجيبو الكسرونه نتاعي ونفرغو فيها هذا الكاس الاول تاع الحليب، يعني الحليب دائما بارد عادي، وهذا الكاس الثاني، يعني هنايا هادو 2 كيسان يديروا نصف ريتله تاع الحليب. نزيدو نضيفو لهم مغرف ماشي معمره تاع نعشه، ونخلطو النشا مليح مع الحليب باش يتفتح هذاك النشا مع الحليب. نزيدو نضيفو لهم الكيس تاع الفلان بنكهه الفراوله هكذايا. نحاولوا نفتحوا هذاك الكيس، راكم تشوفوا مقادير بزاف بسيطه وتخرج لكم تحليه ولا اروع. هكذا نفرغوا هذاك الكيس تاع الفلان ونفتحوه في الحليب هكذا. نبقاو نحركو حتى يذوب هذاك السكر هكذايا. هكذا نبقى نحرك مليح حتى نشوفوا السكر تاع الفلان داب معانا. دوك هكذا نرفدوها فوق النار هكذا، نحطوا الفلان فوق النار ونبقاو نحركو، يعني بنفس الطريقه كما درنا في التحليه الاولى نديرو التحليه الثانيه بنكهه الفراوله. ما نحوش يدينا من فوق النار، نبقاو نحركو فيها باش ما تلصقش معانا، نعرفوا باللي فيها نشا ونخافوها تلصق. هكذا نبقاو نحركو بالفوي ولا بالمغرف حتى تتقال معانا. هكذا نبقاو نحركو فيها مليح وتجي طبقات باشكال واذواق مليحه هكذا. شوفوا هنايا كيفاش نبقاو نحركو فيها حتى تتقال معايا. شوفوا هنايا كيفاش ولات راهي بدات تتقال معايا. حنا هنايا نقصوا النار كي تبدا تتقال معايا، نقصوا النار. شوفوا هنايا كيفاش راه القوام تاعها هكذا. نبقى نحرك مليح باستمرار، يعني هنايا هذا القوام
يعني بدات هنايا تتقال. شوفوا هنايا ما نزيدلهاش، شوفوا يعني بدات تتقال معايا. نحرك يعني ما نحيش يديها من فوق النار، هنا ما نزيدلهاش، نطفي عليها النار. راكم تشوفوا طفينا عليها النار، ونروحو نجيبو الأكواب نتاوعنا. هنا الأكواب تاوعنا بعد ما مسحناهم وراهم باردين، هنا نزيدو لها الطبقة الثانية هكذايا. راكم تشوفوا كامل نوزعوهم بمقاس واحد. نزيد الطبقة هكذايا حتى نكملو هذيك الكمية في الأكواب نتاوعنا. راكم تشوفوا يعني شكلها ولا أروع، والمذاق تاني ما نقولكمش. يعني النكهة تاع الفراولة مع نكهة تاع الشوكولا. هكذا نحاولوا نقسموا هذيك الكمية كامل في الأكواب نتاوعنا. هنا واش نديرو؟ نخلوها تبرد ومن بعد نقلبوها، نخلوها 2 سوايع تبرد ونجبدوها. هنا بعد ما بردت راكم تشوفوا كيفاش كي نحط يدي هكا يعني متماسكة. هنا واش نجيبو الطبسي اللي راح نحط فيه التحلية ونقلبوها، يعني هاي تتنحى لكم بسهولة. شوفوا كيفاش يخرج شكلها شباب وراقي وجميل. راكم تشوفوا كيفاش يخرج بزاف شباب. يعني راكم تشوفوا كيفاش خرجت. هنا ندنيها جانبا وندير لها تزيين بسيط. واش ندير لها؟ هنا عندي شونتيي ما كاش اللي ما يعرفلهاش، كاس حليب مع كاس شونتيي، ونضربوهم بالمضرب ونديروا لهم قطع تاع فرل سوريز هكذايا. راكم تشوفوا فيها يعني تحلية شكل جديد وراقي، يعني خلوها الرمضان. هنا راكم تشوفوا فيها في طاولة التقديم. هنا ما بقى لي غير نقولكم مع السلامة، الى الملتقى. وما تنسوش الدعم والاشتراك والبارطاج، وديروا لنا لي جام باش يدي هذا الفيديو نصيبه من المشاهدة. الى الملتقى ان شاء الله، مع السلامة. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر. سلام على من